لو تنين اتسجن في هرم خوفو ازاي هيحاول يهرب؟ بصوا اللي هتشوفوه دلوقتي ده فيديو كله خيال وترفيه، بنرسم مع بعض عالم مش موجود بس ممتع جدا اننا نتخيله، فاستعدوا لاغرب قصه ممكن تسمعوها، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. تخيلوا معايا تنين ضخم وعنده اجنحه من النار اتسجن جوه هرم خوفو، بس مش تنين عادي، ده تنين الزمن، وكل زفير منه بيوقف الوقت ثانيه. لكن الهرم ده مش عادي برضه، في طلاسم فرعونيه قديمه اقوى من السحر وبتمنع اي كائن خرافي من الطيران او استخدام قواه. اول يوم التنين حاول يكسر الجدران لكن النيران بتاعته ما عملتش اي تاثير. تاني يوم حاول يستخدم صوته اللي بيهز الجبال، لكن الطلاسم اللي موجوده جوه الهرم امتصت الصوت اكنه ما خرجش. لحد ما اكتشف السر، في قلب الهرم في حجر صغير منقوش عليه عين حورس، ولما التنين لمس الحجر رجعت له ذكريات قديمه عن سجن قديم تم بناؤه لواحد من اجداده، وكل اللي هربوا استخدموا نفس الطريق، ودي البوابه الضوئيه اللي بتتفتح ثانيه واحده بس كل 1000 سنه. السؤال هنا بقى، هل التنين هيلحق اللحظه دي؟ وهل في حد تاني معاه في الهرم ولا هو مجرد فخ ابدي؟ انت شايف ازاي التنين ممكن يهرب؟ ما تنسوش تسيبوا لي رايكم في الكومنتات واعمل فولو ولايك. اشوفكم الفيديو الجاي في تخيل جديد.